صفقة القرن اللي الزمالك عاملها او اللي ماشيه في الميركاتو في مصر، بتسمع الزمالك عامل صفقة قرن، الزمالك عامل صفقة عالمية او اتنين. طيب عشان ما نروحش بعيد واوفر عليك الجري، صفقة القرن اللي بيتقال عليها دي هي عودة بن شرقي وفرجاني ساسي. هوضح لك كل حاجة. بن شرقي ساب الزمالك، كلنا عرفنا بقى الحقيقة ان بن شرقي ساب الزمالك لا عشان فلوس ولا عشان راحة ولا عشان دوري ولا عشان الكلام ده. بن شرقي ساب الزمالك عشان واحده صديقته استقرت في الامارات، فراح قعد وراها في الامارات. يعني بن شرقي ساب الزمالك وسابنا عشان نروح الامارات، والتاني رحنا بعنا له دهب اللي اسمه فرجاني، والناس بقت تحايل عليه يقعد ويقول لك لا انا طالع احترف، كانه رايح احترف في بايرن ميونخ، الاخر راح احترف لي في الدحيل القطري. انتوا الاثنين استقريتوا خلاص ان هترجعوا الزمالك، ما هو انتوا ما لقيتوش بره الهيلمان اللي معمول، ولا حد فرش لكم السجاده زينا، ولا حد اصلا كان يعرفكم. الطياره بتاعتكم استقرت خلاص في مصر، المشروطه محطوطه، مفيش حاجه اسمها لعيب يلعب لي ماتشين ويعوز ياخد اجازه فيروح يتطرد زي فرجاني ساسي. المشروطه محطوطه، الناس دي هتاخد فلوس ولا هتاخد ورق؟ يبقى من اولها حط النقط على الحروف. الطرد والحاجات دي بغرامات، اعمل زي ما الاهلي عامل لائحه للكلام ده، مش عيب.